الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. هكذا أمرنا الله بالتوحيد، أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله أربابا. وهذا ما كلف به العلماء ورثة الأنبياء، أن يقودوا الأمة إلى غايتها وفق منهجها. هم الذين عليهم أن يهدوا الأمة إن ضلت، وأن يعلموها إن جهلت، وأن يقربوها إذا شردت، وأن يجمعوا شتاتها إذا افترقت. من هنا راودت فكر وعقل وقلب الإمام العلامة يوسف القرضاوي منذ ما يزيد عن 10 سنوات فكرة اتحاد يجمع علماء المسلمين من الطوائف والبلدان المختلفة، بحيث يحفظ الهوية الإسلامية للأمة. منذ بدأت أذهب إلى البلدان المختلفة في مؤتمرات ومحاضرات ولقاءات وندوات، وألقى علماء المسلمين. اهتممت أن يكون للعلماء المسلمين تجمع، جمعية، اتحاد يجمع علماء الأمة، علماء الأمة بالآلاف، بعشرات الآلاف، بمئات الآلاف. فمنذ بدأت أعي وأتصل أطرح الفكرة على العلماء الذين ألقاهم في البلاد المختلفة. كل من يوافق يملأ استمارة ويعطيها لي، إلى أن جمعت حوالي 300 استمارة، وقلت آن الأوان أن نجمع هؤلاء العلماء. حاولت أن أجد لهم بلدا عربيا، لم أجد بلدا عربيا يرحب بهذه الفكرة، فوجدنا بلدا أوروبيا، إيرلندا. وتحولت الفكرة إلى واقع بتأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، ثم عقدت أول جمعية عمومية لهذا الكيان في مدينة لندن بإنجلترا في نفس العام. من فترة التأسيس إلى 2006 كانت هذه الفترة فترة تأسيسية مهمة جدا، وكان ذلك بأمانة العامة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، حيث بذل جهودا طيبة في سبيل التأسيس. ثم انطلق الاتحاد خلال هذه الفترة، وبخاصة بعد 2010، حيث انطلق الاتحاد وقام الاتحاد بمجموعة من الأنشطة الكبيرة في مختلف المجالات. شهد الاتحاد نشاطا كبيرا في الاتجاه إلى تقوية الهيكل المؤسسي للكيان، وتم بفضل الله تعالى فتح المقر الرئيسي للاتحاد بدولة قطر، كما تم السعي لتسجيل الاتحاد بشكل رسمي هناك، وهي الخطوات التي نفذت في العديد من الدول كتركيا والسنغال وليبيا وتونس ومصر والبوسنة وسريلانكا وفلسطين وإندونيسيا. أيدنا المكتب التنفيذي ومكتب الرئاسة، واخترنا رئاسة تكون تجمع المذاهب الإسلامية المختلفة، ووسعنا ونحاول أن نجمع هؤلاء المختلفين ما أمكننا. اتجه الاتحاد نحو مؤسسات الاتحاد، وأستطيع القول اليوم بأن الاتحاد مؤسسة تستطيع إن شاء الله هذه المؤسسة أن تستمر استمرارا طويلا بإذن الله تعالى. وفي عام 2011 وضعت الخطة الاستراتيجية التي تضمنت الرؤية والرسالة والأهداف ومجالات العمل بالمؤسسة، حيث تمثلت بالعمل المؤسسي والتعليم وإعداد العلماء والعمل الإعلامي والتأليف والبحوث والفقه والإفتاء والعلاقات والمجتمع الأهلي وقضايا الأمة والأقليات الإسلامية، كما تضمنت بالطبع قضية فلسطين والقدس. إذا كان هناك أشياء تهتم بها الأمة الإسلامية جمعناها على هذه الأشياء وأحيينا فهمها وحصناها
من الأعداء الذين يريدون أن يفرقوا كلمتها. إذا اعتدي على المسلمين نحاول أن ندافع عن المسلمين. بيانات الاتحاد العالمي بالعشرات والمئات والحمد لله في كل القضايا. من أهم هذه القضايا بل قضيتنا الأولى على الإطلاق هي قضية فلسطين. شكل الاتحاد لجنة كبرى حول هذه المسألة، لجنة القدس وفلسطين. كل الأمة الإسلامية مطالبة أن تدافع عن غزة. غزة ليست وحدها، اليهود في العالم يدافعون عن إسرائيل، لماذا لا يدافع المسلمون في العالم عن غزة؟ حرام على كل مسلم يتخلى عن غزة. تواجد الاتحاد بشكل فعال ومؤثر في المشهد الفلسطيني منذ بدايته وحتى الآن، ويتمثل ذلك في إصدار عشرات البيانات والنداءات والإغاثات، إضافة إلى إحياء التراث الإسلامي الفلسطيني كمشروع إحياء مصاطب حلقات العلم في المسجد الأقصى المبارك. كما تكللت تلك الجهود بمشاركة الاتحاد بوفد كبير يضم علماء من 14 دولة على رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي أثناء الهجوم على غزة. على الجانب الآخر فإن الاتحاد يسعى إلى بث روح الحوار بين المسلمين درءا للفتنة بينهم وتوحيدا للجهود في لم الشمل، كما يسعى إلى زرع فكرة الحوار مع المعتقدات الأخرى لحماية الأقليات في العديد من البلدان. من أول يوم تسلمنا المسؤولية ذهبنا مباشرة بعد اجتماع الجمعية العمومية الثالثة، ذهبنا إلى قرغيزستان، والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى لتحقيق صلح طيب بين إخواننا القرغيز وإخواننا الأوزبكستان. وللاتحاد دور طيب في خدمة وإثارة قضية إخواننا الروهنجيين في مينمار والتنديد بما حدث، وعمل مؤتمر دولي يعني حقوقيين العالميين حول قضيتهم. وكذلك للاتحاد دور بفضل الله تعالى في قضية أفريقيا الوسطى والاتصال مع الرؤساء، وقد جاءت رسالة من رئيس غامبيا إلى سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. كذلك للاتحاد دور عظيم جدا بفضل الله تعالى في تجميع الجمعيات الأساسية في الهند، حيث قام بمؤتمر كبير ضم أهم الجمعيات الإسلامية في الهند بما فيها الجمعيات السلفية والجماعة الإسلامية وإخواننا الديوبنديين والجميع تقريبا مكونات. كذلك عمل الاتحاد داخل هند وعمل مؤتمر لأول مرة في التاريخ المعاصر، وهو مؤتمر كبير للحوار بين أهل الإسلام وبين أهل الأديان الشرقية مثل البوذية والجينية والهندوسية وكل الأديان تقريبا موجودة. أكثر من 700 شخصية منهم ومن المسلمين، من العلماء المسلمين حضروا من داخل الهند وخارج الهند. قام الاتحاد كذلك بوضع ميثاق رائع جدا ووثيقة رائدة جدا كيفية التعايش بين الشعب الداغستاني وبقية الشعوب مع الحكومة المركزية ومع الحكومة المحلية. ونصل هنا إلى مشروع تدريب العلماء، وبدأ تنفيذ المشروع تحت إشراف الأمين العام وأداره الدكتور جاسر عودة، وتم تحديد مناطق على مستوى العالم ذات أولوية وطبيعة مشتركة. المرحلة الأولى من المشروع كانت في القاهرة، حيث تدرب مئات العلماء فيها، ثم انطلق المشروع في السنوات الأربعة الماضية إلى حوالي 20 بلدا. ففي أفريقيا كان التركيز على الدعوة إلى الله وعلى قضايا العمل الخيري الإسلامي، وفي أوروبا والغرب كان التركيز على قضايا الأقليات وقضايا الهوية، وفي العالم العربي كان التركيز على فقه المواطنة وفقه التغيير والقضايا التي طرحتها الثورات العربية، وفي آسيا كان التركيز على فقه السياسة الشرعية والقضايا الحوار مع الآخر. ونأمل إن شاء الله تعالى في المرحلة التالية أن يتوسع المشروع أفقيا ورأسيا، والحمد لله رب العالمين. برنامج الدعوة والتعريف بالإسلام في أفريقيا، وقد تبنى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ نشأته
مشروعا طموحا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، حيث تعاقد مع جمعيات إسلامية في 10 دول إفريقية ليكفل 10 دعاة في كل دولة، أي إجمالا 100 داعية، مما كان له أثر كبير في دخول حوالي 14,000 شخص إلى الإسلام، بما في ذلك أسر وقرى بأكملها. أولى الاتحاد عناية قصوى بقضية الدعوة في أفريقيا وفي غير أفريقيا، بل إن الدعوة واجبة على الجميع كل بحسبه، والعلماء يتحملون القسط الأكبر من واجبات هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي مجال التعليم والمؤسسات التعليمية أولى الاتحاد لهذا الفرع أهمية كبيرة باعتبار العلم قاطرة الأمة نحو التقدم، فقامت الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على إنشاء جامعة إلكترونية، وقد عرضت على جامعات دولية عالمية أبدت استعدادها للاعتراف بها. فالأمة لن تستطيع أن تحقق أهدافها إلا إذا استطاعت أن تقرأ هذه القراءة الشاملة للإنسان والكون ولكل ما يدور حولنا، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد من خلال إنشاء جامعة إلكترونية عالمية، ومن خلال أيضا مراكز البحث، ومن خلال دعم الجانب العلمي والتشجيع على هذا الجانب الآخر. كما تم الاتفاق بين الاتحاد والعديد من الجامعات الدولية على منح درجات الدكتوراه والماجستير لمنتسبيها، وبخصوص توصية مجلس أمناء الاتحاد الموقر في ضرورة الاهتمام بنشر اللغة العربية، فقد استطاع الاتحاد أن ينفذ برنامجا ضخما لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. أما على المستوى الإعلامي فقد آمن الاتحاد وعلماؤه أن الإعلام هو بادئة ما أصاب الأمة، وذلك من خلال الإعلام المضاد للمشروع الإسلامي. وإذا كانت الدعوة سماها الله سبحانه وتعالى بالجهاد الكبير، فإن الإعلام اليوم يمثل ذروة سنام هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم يقولون إن المعارك تحسمها وسائل الإعلام، ومن هنا نولي العناية القصوى بالإعلاميين وكذلك بوسائل الإعلام، ونسعى بكل طاقاتنا ونريد أن تتعاون وتتعاضد معنا الأمة لتحقيق والوصول إلى استفادة من هذه الوسائل المهمة في حياة أمتنا الإسلامية. وفي مجال الإغاثة الإنسانية نشط الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في أنحاء الأرض للمشاركة والدعوة لإغاثة المتضررين من الكوارث، ومثال ذلك مساهمته في أعمال الإغاثة أعقاب كارثة فيضانات باكستان، ودعمه الشعب السوري من خلال حملات تبرعات بلغت تحصيل أكثر من 15 مليون ريال قطري. وكذلك في تونس فقد تم تقديم مشروع لبنوك الفقراء هناك. وفي الصومال تم التنسيق مع أحد المحسنين لتقديم حفارات آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب. أما فيما يتعلق بالوقف والاستثمار، والتي يرى الاتحاد أنه حان الوقت ليمتلك إمكانياته ومادياته التي تساعده على تحقيق ما يربو إليه، فقد قطع الاتحاد شوطا كبيرا في التخطيط للعديد من المشاريع والاستثمارات التي ستجري على الاتحاد ربحا إسلاميا مميزا. نحن قمنا بما ينبغي أن نقوم به في عدد من المشروعات، ومشروعاتنا والحمد لله أصبح لها مكان في ميزانيتنا. أصبحنا في عدد محتاجين إلى عدد من الملايين كل عام، وأنا أسأل الله أن يهيئ لنا من يدفع لنا، ونحن نحاول نوجد وقف إسلامي للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين نصرف منه على ما نحتاج إليه في أمور دعوية وأمور تربوية وأمور إصلاحية وأمور اجتماعية وأمور ثقافية وأمور اقتصادية. بعض الناس لا يكادون يجدون يعني ما يأكلون، لا يجدون ماء، نعمل لهم آبار، نعمل لهم مساجد، نعمل لهم مدارس، نساعدهم على الحياة. أمامنا حقيقة أهداف كبيرة جدا حققنا بعضها خلال هذه السنوات العشر، ولكننا نحتاج إلى المزيد. ومن هنا إن شاء الله هذه الجمعية الرابعة
ستكون جمعية للانطلاقة الكبرى بإذن الله تعالى نحو تحقيق مزيد من الأهداف الأخرى. أما الأهداف فلا تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما زال الاتحاد وعلماؤه ومن معهم يسعون بالخير ويأخذون بالأسباب لتحقيق ما فيه الصلاح للإسلام والمسلمين، مستعينين بالله وحوله، راجين منه أن يستعملنا لا أن يستبدلنا. اللهم إن أخطأنا فمن عند أنفسنا والشيطان، وإن أصبنا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد في الأولى والآخرة. في هذا الملتقى نسأل الله أن يهيئ لهذا الاجتماع من أمره رشدا، وأن يجمع كلمته على الهدى وقلوبه على التقى ونياته على الجهاد في سبيله وعزائمه على عمل الخير وخير العمل، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا ويجعل غدنا خيرا من يومنا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويديرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.